صباح الورد والفل والياسمين. بما ان النهارده اول ايام الدراسه، تعالوا نفتكر كده مع بعض ذكرياتنا مع المدرسه وايام المدرسه. اول حاجه هنبدا بيها وهي لبس المدرسه. بصراحه انا كنت مقتنعه تمام الاقتناع ان محمد منير لما بيغني الاغنيه دي اللي بيغنيها ليه؟ معرفش ليه كنت مقتنعة أنا دايما البنت أم مريم كحلي اللي محمد منير اللي بيغني لها الأغنية دي، وكأن مفيش حد من المدرسة خالص بيلبس مريم كحلي غيري. كان اعتقادي في إن محمد منير هو كان بيغنيه أنا بالذات. ليه؟ يا بنتي يا أم مريم كحلي، بل اللي أنا من كيجي ولا لحد تالتة ثانوي كنت بلبس مريم كحلي. طبعا من اساسيات لبس المدرسه كانت عندي الشراب بطانتين، ده من الاساسيات، ما ينفعش اروح المدرسه من غير شراب بطانتين. برضه من كي جي 1 لحد ثانويه عامه، والشراب البطانتين والجزمه السوداء من اساسياتي لبس المدرسه. بالمناسبه انا كنت بحب اروح المدرسه جدا، كنت بحب فعلا البس زي المدرسه اللون الكحلي. فعلا انا كنت البنت ام مريم كحلي. كمان كان لبس المدرسة بيبقى معاه لبس تاني، يعني لما كان بنبقى عندنا ألعاب أو بي إي زي ما بتتقالي اليومين دولت، فكان لازم عندنا لبس للألعاب. وأحلى حاجة جزمة الباليرينا بتاعة الألعاب. فكل ما باخد الألعاب كان بيبقى زي أبيض، يعني ماما كانت تعبانة معانا والله العظيم. اديها الصحة يا رب ويشفي حالها. بس فعلا كانت لازم يبقى زي الألعاب أبيض وناصع البياض. كنا بنبرق وبنلمع في الشمس فعلا، ومش أنا بس، ده كل زمايلنا كده يعني. في الهوا، أيوة الرياضة في الهوا، الشمس والخضرة قصة التدبير المنزلي، هو أنا ما كنتش في التدبير المنزلي قوي. أنا الكراسي بقي بيقول لي يا شاطرة ادخلي يا غاوية تدبير منزلي، حسبي ده فيه ريحة شياط، أيوة ده فيه ريحة شياط. كلنا كمان ليها لبس. كان عندنا في مريالة كده بتتعمل، وكان في بتاع كده مش فاكرة اسمها ايه بتتحط على الراس. على يوم حصة التدبير المنزلي، يوم ما يكون عندنا قسم الطبخ. طبعا التدبير المنزلي كان قسمين، قسم للطبخ وقسم للأعمال والأشغال اليدوية بقى، كروشيه تركو والحاجات دي. فبرضه كان ليها لبس. ومن الحاجات بقى اللي كنت مبسوطة وزعلانة بيها أيام الجامعة هو إن أنا أول يوم مدرسة أو أول يوم دراسة اللي كان برضه مصادف ان هو نفس اول يوم ايام المدرسه العادي، اللي هو كنت قبل ما ادخل الجامعه يقولوا لك بص الجامعه بتبدا بعد المدارس باسبوعين. على سنتي وخلاصي الجامعه بدات بنفس يوم المدرسه. فاليوم هو كنا بندخل في 21/9 22/9، يعني نفس التوقيت الحالي. ان انا مش هلبس لبس المدرسه، ده كان بالنسبه لي من ضمن الحاجات اللي كانت مزعلاني جدا. وفي نفس الوقت فرحانه جدا ان انا برضو مش هلبس لبس المدرسه، يعني تحس ان هي يعني شعور كده غريب، ان انت مش هتبقى ملتزم بزي، وفي نفس الوقت ان انت بقى الزي اللي انت بتحبه مش هتبقى ملتزم بيه. فساعتها انا عملت جبت جامب سود لونها ابيض في كحلي برضو عشان ابقى رايحه المدرسه بابيض في كحلي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي.